متابعي قناة اسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد عن الاكتروس. هنتكلم النهاردة عن وحدة الحقن او البي ال دي. بالظبط هنتكلم عن حاجة اسمها Start of Injection Control Function. هنتكلم يعني عن ازاي بيتم بدء الحقن من وحدة الحقن بتاعتي، يعني ازاي العملية بتتم داخل كنترول عشان وحدة الحقن بتاعتي تحقن كمية الجاز. طبعا الموضوع مش بالبساطة اللي احنا متخيلينها يا جماعة. بدوس اكسلراتير، الوحدة بتدي جاز او دفعة جاز داخل السلندر بتاعتي. الموضوع فيه حسابات كتير ومعقدة طبعا بيقوم بيها الكنترول بتاعي، لكن عشان يقوم بالحسابات دي او المعادلة دي في بعض الانبوت اللي هو بيحتاجها او المدخلات عشان يقدر يحسب اللي هو الوقت او كمية الحقن المثالية والوقت المثالي. بياخد بعض الاشارات من الحساسات والكام باص زي ما احنا شايفين في الشكل بتاعنا. بياخد اشارة من حساس الكرانك او كرانك شافت، حساس الكرانك اللي هو البي 15 بتبقى بالشكل ده، الكيرف بالشكل ده. من خلاله بيحدد سرعة المحرك بتاعي. تمام. لو حصل قصور في وظيفة البي 15 او حساس الكرانك بيعوضوا البي 16 او حساس الكامة اللي هو بيديني مثلا قيمة تعويضية عن سرعة المحرك اللي هي كان المفروض بيغذيني بيها او بيغذي بيها كنترول اللي هو البي 15. تمام. الاشارتين دول بيروحوا للكنترول بتاعي اللي هو الاي 6 اللي هو الام ار كنترول او الانجن كنترول المحرك، وبياخد بعض الاشارات التانية من خلال الكام باص وبعض الاشارات التانية من الحساسات الموجودة على المحرك. خلينا في الحساسات الموجودة على المحرك الاول وبعدين نروح للكام باص. الحساس الموجود على المحرك فيه 3 حساسات تانيين غير الاتنين دول. في عندنا بي 10 وبي 65 وبي 111. المجموعة دي من الحساسات اللي هي بتأثر عندي في عملية تشغيل وحدة الحقن. طبعا في مجموعة حساسات تانية، يعني احنا بنتكلم عن الحساسات اللي تهمنا في عملية الحقن في الانجكشن او اليونت بامب بتاعتي. البي 10 زي ما احنا عارفين ده حساس درجة حرارة الجاز. تمام. وبي 65 حساس درجة حرارة سائل التبريد او حساس درجة حرارة المحرك. تمام. البي 111 ده حساس المانيفولد، زي ما احنا عارفين الشكل بتاعه بيكون راكب على المانيفولد بتاعي او تمساحة او ايا كان الضفدع المسميات المختلفة في السوق. حساس المانيفولد او بعض الناس بتسميه حساس التربو، لان ده بيقيس درجة حرارة وضغط الهواء اللي جاي من التربو طبعا بعد ما يدخل على الانتركولر بتاعي. تمام. بياخد القراءات من الحساسات دي كلها وبيغذي بيها كنترول المحرك. وفي عندنا حساس تاني اللي هو الثروتل اكتويتر سنسور اللي هو بيجي من دواسة الاكسلراتير اللي هو بي 1. ده طبعا بيكون فيه لينك بينه وبين كنترول اف ار اللي هو الاي 3، والاي 3 طبعا بيعمل شير للداتا دي او ترانسفير للداتا دي من خلال الكان 4 او الكان باس اللي هي بين الاف ار والام ار. تمام. من خلال مجموعة القراءات دي كلها بيتم يظهر عندي ايه دي النتيجة بقى. ده النتيجة اللي بتظهر، النتيجة النهائية ان هو يحدد التوقيت بتاع الحقن والكمية. تمام. زي ما احنا شايفين طبعا في محور هنا اكس اللي هو الاكس ده اللي تحت، وفي الواي اللي هو اللي فوق. الاكس ده توقيت الحقن. تمام. والواي ده اللي هي البوليوتنت او الاميشنز اللي هي الملوثات البيئة. تمام. في عندنا حاجة اسمها اتش سي اللي هي اللون الاخضر ده، وفي حاجة اسمها النوكس اللي هو الاكسيد النيتروجين. تمام. ده هيدروكربونات وده اكسيد نيتروجين. الفترة الزمنية يعني المثالية للحقن اللي هي الفترة دي بيكون اقل اتش سي مع اقل نوكس. تمام. الفترة الزمنية دي. طيب لو تم الحقن قبلها بالماينس هنا، تمام، ادفانسد، لو تم الحقن قبلها بلاقي كمية ال HC قليلة بس النوكس عالي. تمام. النوكس كمية النوكس عالية عندي. لو تم الحقن هنا بعد الريتارد يعني اتأخرت في الحقن، تمام، يبقى عندي النوكس قليل لكن ال HC كمية بتاعته عالية. تمام. فبالتالي ده الوقت المثالي اللي بيتم فيه الحقن اللي هو اقل كمية عوادم ملوثة للبيئة. وبالتالي بيتم الحسابات دي كلها مش عشان اقل كمية عوادم ملوثة، لا، ده من اهم النتائج الحقن ان يكون العوادم الملوثة اقل قيمة. تمام. لكن طبعا في بعض الاشياء التانية المهمة ان هو طبعا يكون افضل عزم واقل ضوضاء واقل استهلاك للوقود، يعني فويل كونسومشن اللي هو يكون بتاعي الايكونومي بتاع الفويل كونسومشن يعني كويس، يعني ايكونومي اقتصادي في استهلاك الجاز.
وبالتالي يكون في النويز اقل نويز، وفي اقل كمية غازات ملوثة، وافضل عزم او اللي هو العزم المثالي اللي هو في المحرك. ده ببساطة اللي هي طريقة تشغيل وحدة الحقن او الميكانيزم، او باختصار الفكرة اللي بتتم عشان يتم تشغيل وحدة الحقن. مش موضوع طبعا زي ما احنا قلنا الحاجات دي عندنا الحساسين دول بيتحكموا في توقيت الحقن. حساس الكرانك او حساس الكامة او ده بديل لده، دول بيتحكموا في التوقيت، بعرف منهم سرعة المحرك، فبالتالي انهي شوط اللي هو هيتم فيه الحقن، او انهي سلندر اللي هيتم فيها الحقن. تمام. طب كمية الجاز المحقونة او كمية الفول المحقونة بتتم عن طريق ايه؟ استعانة بيه اللي هو 4 حساسات تانيين دول. طبعا حساس درجة حرارة الجاز طبعا عشان اعرف، لان درجة حرارة الجاز لو درجة حرارته عالية فبالتالي الكثافة بتكون قليلة. تمام. فبالتالي طبعا الوزن بيكون اقل، فده بيتحكم، يبقى الكميه بتاعتي هحتاج ان انا اضخ كميه اكبر لان الكثافه قليله. حساس درجه حراره سائل التبريد كذلك، ده لو في مشكله او في قصور فيه، فبالتالي بحافظ على المحرك بتاعي ان انا اقلل العزم بتاعه عشان احافظ على المحرك بتاعي ميبقاش فيه حمل جامد على المحرك. تمام. حساس اللي هو البي 111 اللي احنا بنقول عليه حساس المانيفول، ده بيكون بيديني ضغط ودرجة حرارة الهواء بتاعي اللي داخل غرفة الحريق. طبعا من خلال الضغط ودرجة الحرارة بعرف الكمية الشحنة بتاعتي اللي داخل غرفة الحريق قد ايه، وبالتالي بحدد كمية الجاز المناسبة ليها عشان يكون الخليط متجانس ويديني كفاءة عالية بدون غازات ملوثة او عوادم ملوثة للبيئة. فبالتالي احنا قلنا 4 حاجات دول بيتحكموا في الكمية، والاتنين دول بيتحكموا في التوقيت عشان يبقى عندي اعلى كفاءة وفي وقت مثالي لاحتراق داخل غرفة الحريق. ده طبعا باختصار الفكرة بتاعت start of PLD او تشغيل وحدة الحقن بتاعتي في الاكتروس